السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول إعدادي، أهلا بكم. معكم مستر يسري يحيى. هنكمل النهاردة الجزء الثاني من يونت 2. هناخد lessons 3 and 4. يلا نبدأ مع بعض كده بالفوكاب. عندي أول حاجة address بمعنى عنوان. alone بمفرده يعني لوحده. apartment يعني شقة. bank account يعني حساب بنكي، حساب في البنك. condition حالة أو ظرف. country يعني دولة. environmentally friendly بمعنى صديق للبيئة. explain بمعنى يشرح أو يفسر. explore يستكشف. fetch بمعنى يذهب ليحضر شيء. furniture أثاث اللي هي الموبيليا بتاعتنا في المنزل. honest بمعنى أمين أو صادق. motorbike دراجة نارية يعني موتوسيكل. online عبر الإنترنت. personal information يعني معلومات شخصية. public عام يعني حاجة عامة للناس كلها. remember بمعنى يتذكر. the countryside يعني الريف. solar panels ألواح الطاقة الشمسية اللي هي الألواح بتاعة الطاقة الشمسية اللي هي السوداء، بتستمد طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة كهربائية. safety rules يعني قواعد الأمان. شوف الاديشنال فوكاب بتاعتنا. accommodation بمعنى إقامة. carry يحمل. details بمعنى تفاصيل. hall يعني قاعة أو صالة. hometown مسقط الرأس يعني البلد الأم أو المكان اللي هو اتولد فيه الشخص. island جزيرة. profile يعني ملف شخصي. request بمعنى يطلب أو طلب يعني تمشي noun وتمشي verb. coast ساحل. village يعني قرية. تعالى كده نشوف الاكسرسايز اللي عندنا دوت. عندي كلمة hall يعني صالة. remember يتذكر. apartment شقة. fetch يذهب ليحضر. number 1 I can't where I put my keys. أنا مش قادر أين وضعت مفاتيح. مش قادر أتذكر يقول له I can't remember where I put my keys. بعد كده number 2 teachers usually have the meetings in the big. المدرسين عادة بيعملوا الاجتماعات بتاعتهم في الكبير، يبقى big hall القاعة أو الصالة الكبيرة. دايما ناخد بالي إن دبل ال قبل منها بنطق اللي عليها hall. اوكي. number 3 I live in a small with my family. أنا عايش في صغير مع عائلتي، يبقى أكيد عايش في شقة، يبقى apartment. بعد كده عندي اللانجوج اكسبريشنز التعبيرات اللغويه. بحب اقول يرد على التليفون هقول answer the phone يعني يرد على التليفون. as long as بمعنى طالما. as long as does the intercom يعني يضغط على جهاز الاتصال الداخلي على الانتركم الديكتافون بتاعنا، يضغط على الزرار بتاعه. do the housework يعني يؤدي الاعمال المنزليه. fly kites يطير طيارات ورقيه، طياره الورق. follow rules يعني يتبع القواعد. get money يحصل على المال. go skiing يذهب للتزحلق. share personal information يعني يشارك المعلومات الشخصية، لكن نقول share ideas يعني يشارك أفكار. عندي البروبوزيشن بتاعتنا حروف الجر. around the world يعني حول العالم. around the world. date of birth يعني تاريخ الميلاد. help with يساعد فيه. in good condition بحالة جيدة أو في حالة جيدة. hang out بمعنى يتسكع أو يقضي وقتا. in person بمعنى شخصيا أو بنفسك. it's better to من الأفضل أن. know about يعني يعرف عن. هنيجي للirregular verbs الأفعال الشاذة بتاعتنا. show shown. feed fed.
كده عندي words and opposites الكلمات وعكسها. عندي كلمة downstairs في الطابق السفلي يبقى عكسها upstairs في الطابق العلوي. honest أمين يبقى عكسها dishonest غير أمين. polite مؤدب أو مهذب يبقى عكسها impolite غير مؤدب. sell يبيع يبقى عكسها buy يشتري. true صحيح يبقى عكسها يا إما wrong يا إما false الاثنين بمعنى خطأ. well known تمام بمعنى معروف يبقى عكسها unknown غير معروف. well known معروف يعني زي مشهور بالظبط. تمام. تعالى كده نشوف الاكسرسايز عندنا. عندي false يعني خطأ آت حرف جر. fed أطعمة. buzz يعني يضغط. about عن. يقول لي could you please now the intercom. الانتركم احنا هنعمله ايه؟ ايوه does the intercom. number 2 this movie is based on a true story. الفيلم ده بيعتمد على قصة حقيقية. نقط is the opposite of true. هو ايه عكس كلمة true؟ يبقى انا عايز عكس كلمة true. ايوه false. بعد كده نمبر 3 بيقول لي my kids want to know more the place we are traveling to. الأطفال عاوزين يعرفوا المزيد عن. يبقى more about يعرفوا المزيد عن المكان اللي احنا هنسافر ليه. نمبر 4 I always not chicken when I was on my grandpa's farm. I always أنا دايما عملت إيه للدجاج؟ يبقى fed أطعمت أو أكلت الدجاج when I was on my grandpa's farm لما كنت في مزرعة جده. نكمل بعد كده. عندي هنا وصلنا لللانجوج نص الملاحظات اللغوية. الملاحظات اللغوية عندي النهارده أول حاجة بنتعرف عليها how to make a suggestion إزاي أعمل اقتراح. لما نكون عايزين نعمل اقتراح على زمايلنا نقترح حاجة عندي شكلين النهارده هنتعرف عليهم. لو قلت why don't you أو we why don't you أو we وبعد منها فعل في المصدر يبقى بس أول حاجة why don't you أو we وراها فعل في المصدر. فهنا بيديني مثال why don't you sell some of this old furniture online. بالبلدي كده ليه ما تبيعش بعض الموبيليا القديمة دي اونلاين؟ لماذا لا أو لما لا. يبقى ده أول شكل من أشكال الاقتراحات why don't you أو why don't we. تمام. وبعد منها infinitive فعل في المصدر هنا حط لي ايه؟ sell. تاني شكل قال لي يا اما اقول how about يا اما اقول what about. how about او what about الاثنين بمعنى ماذا عن. تمام. بالبلدي السؤالين معناهم ايه رايك نعمل كذا. طيب what about او how about هيجي وراها يا اما noun اسم يا اما verb فيه I NG. اعطاني مثال اهو how about having fish. ايه رايك نتناول السمك. حط لي هنا ايه having ING. او how about fish for dinner. ايه رايك في السمك للعشاء. تمام. اهي how about having fish for dinner هي لو قلت how about fish for dinner يعني انا هنا حطيت having تناول السمك حطيت verb ING لكن هنا حطيت fish على طول يبقى ايه فعل في المصدر. طيب بعد كده عندي اسامي بعض الدول countries and cities Australia Canada Indonesia Italy Japan Toronto Morocco UK طبعا UK دي اختصار United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة. نابلز اللي هي مدينة نابولي في إيطاليا. بعد كده وصلنا للwords and synonym كلمة وعكسها. كلمة ومرادفها كلمة ومعناها. عندي كلمة request هي نفس معنى كلمة order الاثنين بمعنى يطلب أو طلب. well known هي بنفس معنى كلمة famous. well known يعني معروف يبقى famous مشهور. ما المشهور هو المعروف. بعد كده عندي السفكس بتاعتنا اللاحقة أو اللاواحق. أول كلمة environmental بيئي حولتها إلى environmentally تمام بيئي. الفرق إن دي adjective صفة حولتها إلى adverb حال. فأنا طبيعي القاعدة بتاعتي بتقول لما بحول الصفة إلى حال بزود لها ly فأنا بنطق الكلمتين مع بعض environmentally. فأنا لاحظت إن أنا نطقت السفكس ly في النهاية. information يبقى انا نطقت السفكس ايه ation ATION في الاخر. inform verb بمعنى يبلغ او يعلم حولتها الانفورميشن noun اسم بمعنى معلومات. بعد كده عندي البريفكس بتاعتنا. عندي كلمة polite حولتها impolite impolite يعني الصفة حولتها العكس فزودت IN. honest dishonest يبقى زودت DIS. known unknown معروف غير معروف يبقى زودت UN. يبقى طالما الاختلاف او الزياده نطقتها في البدايه فبسميها ايه prefix يعني بادئ. تعالى كده نشوف اللي بعديها. نمبر 1
To get the antonym of honest we add the prefix أترجم. لكي نحصل على عكس كلمة honest we add the prefix بنضيف أنهي بداية. أتذكر كلمة honest عكسها dishonest يبقى dis. اوتوماتيك أنا حافظ فبنطق الكلمتين مع بعض فبقدر ألاحظ السفكس بتاعتي أو البريفكس. Number 2 the synonym of well known is synonym يعني مرادف يعني معنى كلمة well known يعني معروف يعني مشهور يبقى famous. very good. Number 3 to get the noun from the verb in form we add the notation علشان نحصل على verb noun from the verb in form عشان نحصل على الاسم من الفعل in form we add the notation احنا بنزود ايه اسمها ation. ممكن form information الجزء اللي بننطقه في الاخر اسمه ايه suffix. برافو يا دينا. بعد كده هنا عندي بعض موضوعات بنقراها. هنا بيقول لي families around the world عائلات حول العالم. listen and match speakers to the countries. المفروض ان احنا بنقرا ونوصل المتحدثين بالدول بتاعتهم. هنتعرف مننا where do they live هم عايشين فين. كل واحد بيتكلم عن المكان اللي هو عايش فيه. تعالى كده نشوف مع بعض. نمبر 1 او المحادثه الاولى او الشخص الاول ايزابيلا تقول hello my name is Isabella اسمي ايزابيلا I'm from Naples انا من مدينه نابولي a big city in the south of Italy مدينه كبيره في جنوب ايطاليا. I live with my mom عايشه مع ماما dad بابا and brother واخويا in an apartment في شقه. يعني عايشه مع ماما وبابا واخويا في شقه. My grandparents live just across the road اجدادي عايشين فقط عبر الشارع يعني في وشنا يعتبر احنا بنعدي الشارع عشان نوصل له. We have a car عندنا عربيه but my brother usually gets around on his motorbike لكن اخويا عاده بيتجول على الموتوسيكل بتاعه او الدراجه الناريه بتاعته. On the weekends في العطلات الاسبوعيه we like to get out of the city بنحب نخرج من المدينه to explore the coast علشان نستكشف الساحل and islands near Naples والجزر القريبه من مدينه نابولي. الشخصيه الثانيه اللي عندي ليام بيقول ايه Hi I am ليام مرحبا انا ليام I am from Toronto in Canada انا من مدينه تورنتو في كندا. I live with my mom brother and 2 sisters عايش مع ماما اخويا واثنين اخوات بنات. and our dog Poppy والكلب بتاعنا بوبي. but our grandparents live on the other side of Canada لكن اجدادي او اجدادنا عايشين في الجانب الاخر من كندا يعني بعيد عننا. so we only see them in the school holidays عشان كده مش بنقدر نشوفهم او ما بنشوفهمش فقط غير في السكول هوليديز الاجازات المدرسيه. our house is big منزلنا كبير and has a garden وبه حديقه. we have a car too عندنا عربيه ايضا. it's fun hanging out with my family شيء ممتع ان انا اقضي وقت مع العائله بتاعتي. in the summer في الصيف we ride our bikes بنركب الدراجات بتاعتنا. in the winter في الشتاء we go skiing بنذهب للتزحلق على الجليد. كومانج الشخصية الثالثة Hi my name is كومانج اسمي كومانج My family and I live on an island in Indonesia عائلتي وأنا بنعيش على جزيرة في إندونيسيا. It's a big family هي عائلة كبيرة. There is my mom, dad, brother فيها ماما وبابا وأخويا and grandma my aunt وتيتا وعمته and uncle وعمي and my 3 cousins وثلاثة أولاد عم. كل دي العيلة بتاعتي. We all live together in a traditional house كلنا عايشين في منزل كلنا عايشين مع بعض في منزل تقليدي. We don't have a car ما عندناش عربية but we have 2 motorbikes لكن عندنا دراجتان ناريتان يعني موتوسيكلين. Our favorite thing الشيء المفضل بالنسبة لنا to do ان احنا نفعله together مع بعض is go to the beach to fly kites الذهاب للشاطئ عشان نطير الطيارات الورقية. الشخصية الأخيرة عندي أليس Hello my name is Alice اسمي أليس and I live with my family in a village in the UK عايشة مع عائلتي في قرية في المملكة المتحدة. In my family في عائلتي there's me and my sister and our mom موجود أنا وأختي وماما دي العيلة بتاعتها. Our grandparents live nearby أجدادنا عايشين بالقرب مننا and we often all go for walks in the countryside together وغالبا كلنا بنذهب للتجول أو التمشية في الريف مع بعض. Our house is very new and modern بيتنا جديد جدا وحديث. I call it our greenhouse أنا بسميه منزلنا الأخضر because it's made of recycled materials لأنه مصنوع من recycled materials مواد معمول لها إعادة تصنيع and has solar panels on the roof وله ألواح شمسية أو في ألواح شمسية على السطح. بعد كده
هنا عندي يقول لي selling things online، عندي dialogue محادثه. سيف بيتكلم مع جراندبا مع جده، بيقول do your family and friends ever sell things online؟ هل عيلتك او اصحابك عمرهم باعوا شيء على الانترنت؟ how do they do this؟ ازاي بيفعلوا ذلك؟ فده هنعرفه من خلال المحادثه ما بين سيف والجد. بيقول لي read and listen to the dialogue، استمع، اقرا واستمع للمحادثه. what's the first thing grandpa wants to sell online؟ عشان نتعرف على ايه اول حاجه الجد عايز يبيعها اونلاين، يبقى selling things online، بيع الاشياء اونلاين. فهنا سيف بيقول ايه؟ جراندبا جده why don't you sell some of this old furniture online؟ ليه ما تبيعش بعض الموبيليا او الاساس القديم دهوت اونلاين؟ that way you can get some money for it، بالطريقه دي تقدر تحصل على بعض المال في مقابله، يعني تشتري يبقى معاك فلوس. فالجراندبا I don't know، ما اعرفش. is it safe؟ هل هو امن؟ هل دي حاجه امان يعني؟ فسيف قال له ايه؟ it's safe as long as you follow a few rules، هيكون امن او هو امن طالما انت تتبع بعض او قليلا من القواعد. فالجراندبا قال له ايه؟ can you tell me what they are؟ ممكن تقول لي ايه هما؟ يعني ايه هي القواعد اللي انت بتتكلم عليها دي؟ فسيف قال له I can، yes نعم. first اولا always use a well-known website، في البدايه او دايما استخدم well-known website، موقع معروف to buy or sell something، لشراء او بيع الاشياء. here's a good one، ها هو واحد جيد، يعني بيعرفه على موقع كويس. اوكي what do you want to sell؟ عاوز تبيع ايه؟ فالجراندبا قال له ايه؟ how about this table؟ ايه رايك في الترابيزه دي؟ او ماذا عن هذه الترابيزه؟ شاور له على ترابيزه عايز يبيعها. فسيف قال له great رائع. can you give me your phone؟ ممكن تديني تليفونك so I can take a photo of it، عشان التقط صوره بيه. thanks شكرا. اوكي the next thing to remember is، تاني حاجه انا اتذكرها always be honest، دايما كن صادق او امين. make sure all the information you give about something، make sure تأكد all the information ان كل المعلومات you give اللي بتقدمها about something you are selling is true، عن الشيء اللي انت بتبيعه حقيقية، يعني ما تكذبش. فالجراندبا قال له well حسنا this is a large table from the 1970s، دي ترابيزة كبيرة من السبعينيات. it's in good condition، انها بحالة جيدة. فسيف قال له اوكي now another very important rule is، قاعدة مهمة جدا أخرى هي don't share personal information، اوعى تشارك معلومات شخصية like your name زي اسمك، date of birth تاريخ الميلاد بتاعك، address عنوانك or bank account أو حساب بنكي details، يعني اوعى تشارك أي تفاصيل عن البيرسونال انفورميشن معلوماتك الشخصية like زي ايه المعلومات الشخصية دي؟ زي your name اسمك، date of birth تاريخ ميلادك، address عنوانك or bank account او الحساب البنكي بتاعك، ما تعرفش التفاصيل دي لحد. فالجراندبا قال له got it تمام. what happens next؟ بيحصل ايه بعد كده؟ سيف قال له someone will send you a message if they want to buy the table، في ناس هتبعت لك رساله لو هم عاوزين يشتروا الترابيزه. فالجراندبا قال له ايه؟ and then ثم will I need the person to give it to them؟ هل يجب ان انا اقابل الشخص ده عشان اديله او الاشخاص دول عشان اديهم الترابيزه؟ فسيف قال له it's better to send it to them، من الافضل ان انت تبعتها لهم. in fact في الواقع that's another important rule، في الواقع دي قاعدة مهمة أخرى. if you have to meet someone، لو أنت مضطر إن أنت تقابل شخص ما meet them in a public place، قابلهم في مكان عام and don't go alone، وما تروحش لوحدك. فالجراندبا قال له thanks سيف، شكرا يا سيف. we never did this when I was your age، عمرنا ما عملنا الكلام ده لما كنت في سنك. وصلنا هنا لبعض التشويسز، تعالى كده نحكم مع بعض. نمبر 1 أكرم likes to ride his A to work، أكرم بيحب يركب إيه بتاعته للعمل. apartment، موتور بايك، لابتوب، ريموت كنترول، أكيد هيركب الموتور بايك دراجة نارية. نمبر 2 أحمد buys online from a website to be safe، أحمد بيشتري أونلاين من موقع إيه عشان يكون آمن، يبقى أكيد موقع معروف well known، هي رقم C. نمبر 3 my date of birth is October 11 2012، يبقى عايز أقول إيه؟ تاريخ إيه؟ أو إيه ميلاد، يبقى أكيد تاريخ الميلاد اللي هو أكتوبر 11، يبقى أقول إيه؟ date of birth. نمبر 4 my father has a bank إيه to save money، بابا عنده إيه بنكي علشان يحوش فلوس، يبقى أكيد bank account حساب بنكي. نمبر 5 the art show، عرض الفنون أو عرض الفن is in the school إيه today، هيكون في إيه بتاع المدرسة النهاردة.
hall ولا control ولا hall ولا intercom؟ اكيد hall، school hall في القاعة المدرسية او الصالة المدرسية. نمبر 6 my grandpa's car is very old. عربية جده قديمة جدا. but it is still in good، لكنها ما زالت في ايه جيد؟ in good condition، حالة جيدة. نمبر 7 منال asked the waiter to not hear a cup of coffee. منال طلبت من الجرسون يعمل لها ايه لفنجان القهوة؟ feed ولا fly ولا fetch ولا شو؟ fetch، يذهب ليحضر لها فنجان قهوة. نمبر 8 my mom bought new A for the living room last month. ماما اشترت ايه جديد علشان غرفة المعيشة الشهر اللي فات؟ rules، information، profile، furniture، اكيد furniture موبيليا او اساس. نمبر 9 the not rules for driving، هي انهي قواعد للقيادة؟ are wearing your seat belt، ارتداء حزام الامان and not using a phone، وعدم استخدام التليفون. يبقى اكيد safety rules اللي هي قواعد الامان. نمبر 10 my not is famous for its tall buildings. هو ايه بتاعي؟ مشهور بالمباني العالية بتاعته. هوم تاون، ويب سايت، رول، ابارتمنت، مكان الوحيد اهو، يبقى هوم تاون مسقط راسي او المدينة الام بتاعتي. تمام. نمبر 11 my sister updated her ايه on Facebook. اختي عملت تحديث ليه بتاعها على الفيسبوك؟ اكيد her profile، ملفها الشخصي. تمام. نمبر 12 we decided to not skiing next weekend. have ولا do ولا make يبقى go skiing. احنا قلنا قبل كده الأنشطة الرياضية المنتهية ب ing دايما بتاخد فعل جو. رقم 13 you should be careful when your personal information. يجب أن تكون حريصا عندما تعمل إيه معلوماتك الشخصية؟ when you share، لما تيجي تشارك معلوماتك الشخصية. نمبر 14 it's better follow rules. من الأفضل اسمها it's better من غير ما أكمل it's better to، يبقى it's better to follow rules، من الأفضل أن تتبع القواعد when you buy something online، لما تشتري شيء عبر الإنترنت. نمبر 15 the A is full of green fields and trees. إيه المليان بالحقول الخضراء والأشجار؟ countryside اللي هو الريف. نمبر 1 كمل برضه it's fun to A with my family. شيء ممتع إن أنا أعمل إيه مع عائلتي in the summer في الصيف. we usually go to different parks. عادة بنذهب لحدائق مختلفة. look out، take out، hang out، watch out. يبقى أكيد hang out يتسكع أو يقضي وقتا مع العائلة. نمبر 2 to get electricity from sunlight، للحصول على الكهرباء من ضوء الشمس you would use، يجب أن أنت تستخدم solar panels، الألواح الشمسية. نمبر 3 my brother a book from the library. أخوي عمل إيه لكتاب من المكتبة because he needs it، لأنه محتاجه for his school project، للمشروع المدرسي بتاعه. يبقى requested طلب كتاب من المكتبة. نمبر 4 we need a guide to help us this beautiful city. محتاجين مرشد يساعدنا أيوة explore، نستكشف هذه المدينة. نمبر 5 could you please give me all the A about the trip. ممكن تديني من فضلك كل إيه عن الرحلة؟ details، addresses، apartments ولا ويب سايتس؟ يبقى أكيد details، كل التفاصيل عن الرحلة. نمبر 6 my dad asked me to the phone quickly. بابا طلب مني أعمل إيه للتليفون بسرعة؟ أرد على التليفون، يبقى answer the phone. نمبر 7 my sister always the birds. أختي دايما بتعمل إيه للطيور؟ reminds، pays، feeds، answers. يبقى أكيد feeds بتطعمهم، بتأكلهم. العملية كلها معتمدة على الفوكاب، إن أنا حافظ الكلمات، عشان كده بقدر أترجم وأقدر أجاوب. من غير حفظ الكلمات مش هنعرف نجاوب، لأن مش هعرف أترجم، فبالتالي هتبقى بختك يا بوكريت، تطلع يا صح يا تطلع غلط، هخمن. رقم 8 the teacher knows the lesson very well. المدرس عمل ايه للدرس جيدا جدا او بطريقه جيده. and we all understood، وكلنا فهمنا. explained، followed، achieved، remembered. يبقى اكيد explained شرح الدرس. نمبر 9 our A is small. هو ايه بتاعنا؟ صغير but nice، لكن لطيف. we moved to it in 2010. انتقلنا له في سنة 2010. environment، apartment، control، address. يبقى أكيد our apartment، شقتنا صغيرة لكنها لطيفة. نمبر 10 I saw the intercom when he arrived. عصام عمل إيه للإنتركم لما وصل؟ أكيد buzzed the intercom، ضغط على الإنتركم. 11 you should be a and tell people true things. يجب إن أنت تكون إيه وتخبر الناس بأشياء حقيقية. honest، dishonest، well known، unknown. يبقى أكيد honest صادق أو أمين. طالما بتخبر بالحاجات الحقيقية يبقى صادق.
12 you should meet people you don't know in another place and don't go alone. يجب ان انت تقابل الناس اللي انت ما تعرفهاش في مكان ايه وما تروحش لوحدك، يبقى اكيد مكان عام يعني public place. Number 13 be careful احترس if someone online asks you، لو حد على الانترنت طلب منك to give them your not information، تديهم انهي معلومات؟ personal information، معلومات الشخصية. I give my A to my best friend to visit me، انا اعطيت A بتاعي لافضل اصدقائي عشان يزورني. هديله ايه عشان يزورني؟ اكيد عنواني، عنوان البيت يبقى ايه؟ address. Number 15 my grandparents live ايه؟ اجدادي عايشين ازاي او فين؟ because they can't climb stairs، لانهم مش بيقدروا يطلعوا السلالم، يبقى اكيد في الدور السفلي اللي هي downstairs. بعد كده وصلنا لل language and skills. language and skills او language speaking اللي هي مهارات التحدث. هنا بيقول لي making and responding to requests، ازاي تقدم طلب او تطلب طلب وازاي ترد عليه. بكل بساطه هستخدم will وهستخدم can. انا عايز اطلب حاجه من شخص فهقول له can you او will you. can you او will you، وفي الحالتين الاثنين وراهم فعل في المصدر. can you help me with my laptop، ممكن تساعدني في اللابتوب بتاعي. will you feed the cat please، ممكن تاكل القطه من فضلك او تطعم القطه من فضلك. يبقى لما تحب تطلب طلب من شخص ببدا السؤال بتاعي يا اما can you يا اما will you وبعد منها infinitive فعل في المصدر. طيب لما حد يطلب مني طلب او انا طلبت حاجه من حد فاكيد هيرد عليا، فالرد بتاعي يا اما positive ايجابي يعني accepting قبول، يا اما negative سلبي يعني رفض refusing. طب لو انا طلبت من شخص حاجه، يعني جيت قلت لحد مثلا ايه can you help me with my laptop، ممكن تساعدني في اللابتوب بتاعي، وهو وافق هيقول لي yes of course بالطبع. sure no problem بالتاكيد مفيش مشكله. yes here it is نعم ها هو. yes I will do it now هعمل الكلام ده دلوقتي. طب لو هو رفض sorry I can't at the moment اسف مش هقدر في هذه اللحظه، او no sorry I am busy او لا اسف انا مشغول، او no I'll do it later او هعمله فيما بعد. يبقى دي الردود بتاعتنا. تعالى كده نشوف الكلام ده على شكل دايلوج. احنا قلنا مهم جدا في الدايلوج ان حضرتك تقرا الجمله الافتتاحيه اللي هو العنوان. A father asks for his son's help، في اب بيطلب مساعده ابنه. فالفازر هنا بيقول ايه؟ hey son مرحبا يا ابني. can you help me with something، ممكن تساعدني في شيء ما. ايوه فقال له حاجه انا مش عارف هو وافق ولا رفض، في الاخر قال له what do you need، ماذا تحتاج. يبقى اكيد هو وافق، هقول له ابسط حاجه yes of course، اي شكل من اشكال الموافقه. فالاب قال له will you fetch the newspaper from the living room، ممكن تذهب لتحضر جريده من حجره الجلوس. فقال له حاجه here it is، يبقى فاضل لها قبلها ايه؟ yes. فاحنا لو بصينا في الردود فوق هتلاقي yes here it is نعم ها هو. thank you سأله سؤال قال له yes dad ايوه يا بابا. here is a glass of water اتفضل كوبايه ميه. يبقى اكيد هو طلب منه يجيب له كوبايه ميه، يبقى ممكن يقول له will او can you fetch me a glass of water. will you fetch me a glass of water please مثلا. فقال له ايه here is a glass of water great and can you turn off the TV while you are there، ممكن تطفي التلفزيون وانت هناك. هيقول له ايه sure مثلا. طيب anything else حاجه كمان. فسأله سؤال او طلب منه حاجه قال له اوكي ساره يا ساره dad wants you to come downstairs، بابا عايزك تنزلي له تحت. يبقى هنقول ايه؟ ممكن تنادي لي على ساره can you call ساره. جينا بعد كده هنا اهو how to write about your family life، لما احب اكتب عن حياه العائله بتاعتي باراجراف. تمام. ايه اللي انا هفكر فيه في البدايه؟ اول حاجه لما يجي يقول لي my family عيلتي، عايز اكتب باراجراف عن العيله. فاول حاجه افكر فيها where do you live، انت عايش فين. ثاني حاجه how many members are there in your family، عدد افراد العيله بتاعتك ايه. دي الافكار اللي انا بتكلم عنها، دي الافكار اللي بتيجي في دماغي عشان اكون الباراجراف بتاعي. who you live who live with you، مين عايش معاك.
Do your grandparents live with you؟ هل أجدادك عايشين معاك؟ Where do they stay؟ أين يقيموا؟ هم عايشين فين؟ What do they do for the family؟ بيعملوا إيه للعيلة؟ Which meals do you have together؟ إيه هي الوجبات اللي بتتناولوها مع بعض؟ What activities do you do together؟ إيه هي الأنشطة اللي بتأدوها مع بعض؟ تعالى كده نشوف الباراجراف المكتوب عندي. هنا بيقول لي my family. I live in a small apartment in a village. أنا عايش في شقة صغيرة في قرية. There are 5 members in my family. في 5 أفراد في عيلتي. My mom, dad, 2 sisters and me. ماما، بابا، 2 إخوات بنات وأنا. My grandparents don't live with us. أجدادي مش عايشين معانا. They stay in their own house nearby. هم مقيمين في منزلهم الخاص بالقرب مننا. They visit us often. هم بيزورونا غالبا and bring delicious food. بيجوا لنا أطعمة لذيذة. My mom cooks dinner. ماما بتطبخ العشاء every night كل ليلة and we eat together as a family. وبناكل مع بعض كلنا كعيلة. During dinner أثناء العشاء we talk about our day. بنتكلم عن يومنا and share stories ونتشارك القصص. At weekends في العطلات الأسبوعية we like to play games. بنحب نلعب ألعاب and watch films together. نتفرج على أفلام مع بعض. We also enjoy going to the park for a picnic. أيضا بنحب نستمتع بالذهاب إلى الحدائق عشان نقضي نزهة. I love spending time with my family. أنا بحب تقضية الوقت مع العائلة. تمام. أتمنى إن أنتم تكونوا استوعبتوا الدرس. أشوفكم في الجزء الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.